فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر شيخ القراء بالمسجد النبوي. وتقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، لأن هذا الذي يسمى بالكتاب بالألف واللام هو المكون من أحرف لغتكم البسيطة التي تعرفونها، الألف واللام والميم. ومع ذلك مع أنه بلغتكم البسيطة وأحرف لغتكم فإنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولا بسورة من مثله ولا ب10 سور مفتريات ولا بآية، لأنه محكم ليس فيه عيب ولا نقص. يحضركم بعض الأمثلة الأخرى: أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فحينما تقرأ أنزل من السماء ماء فأنت تصيب الآن الوقف الصحيح، لأنه حينما تقول أنزل من السماء ماء لكم يصبح الماء لكم على طول، والحال أن الله أنزل من السماء ماء لكم ولغيركم لكل مخلوقاته. حينما خاطب البشر قال أنزل من السماء ماء لكم منه أنتم شراب ومنه شجر، لكن لغيركم أيضا فيه، أي أنه ليس لكم أنتم فقط وإنما لكم منه شيء ولغيركم منه شيء. هذا الوقف الصحيح. فهو في أول السورة والأنعام خلقها، حينما تقرأ والأنعام خلقها لكم كأنها خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم منها كذا وكذا. هذا الوقف الصحيح. سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، أي أكبر شيء شهادة. فالمعتزلة والأشاعرة عندهم لا يسمون الله شيء ولا يصفونه بأنه شيء. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه شيئا، وعنون البخاري في باب التوحيد في كتابه لذلك فقال: وسمى الله نفسه شيئا، ثم ذكر الآية الكريمة: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فالوقف على قل الله هو الوقف الصحيح. سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الوقف على قالوا بلى شهدنا. بعدين يبتدئ القارئ أن تقولوا يوم القيامة، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة وتقولوا إننا كنا في غفلة عن هذا وقد أخذ عليكم هذا الميثاق وأنتم في أصلاب آبائكم. هذا الوقف جميل جدا. سورة الأعراف بعد هذا الوقف أيضا: ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. يبتدئ يقول ما بصاحبهم من جنة، لأنه لو وصل ربما اعتقد ناس أنها موصولة، أنها في مكان اسم الموصول يعني، وهي باب النفي. أيضا في سورة ياسين من الأوقاف التي لم يلتفت لها الناس: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم. الوقف: أئن ذكرتم لوحدها، يعني الكلمة دي أئن ذكرتم يعني أتتطيرون. إن ذكرتم أئن ذكرتم تتطيرون، هذا المعنى الذي بقوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. الوقف الصحيح هو قال فإنها محرمة عليهم، أن التحريم على التأبيد. فالذين قالوا في خطابهم لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتلا، هؤلاء لم يعودوا إلى الأرض المقدسة. وفي صحيح البخاري لما أدركت الوفاة سيدنا موسى قال: اللهم قربني من إيليا ولو برمية حصاه، أي أنه لم يدخل الأرض المقدسة. وفي نص آخر: اللهم قربني من الأرض المقدسة ولو برمية حجر. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت هناك لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر.
ودل هذا الحديث على أن سيدنا موسى أيضا لم يدخل الأرض المقدسة بما فيها ومن معه من الناس. فلما توفي سيدنا موسى بقي الذين معه 40 سنة في التيه، أخذهم يوشع، دخل بهم الأرض المقدسة بعد ذلك. فالمكلفون لم يدخلوا الأرض المقدسة، ولذلك الوقف يكون على، قال فإنها محرمة عليهم، 40 منصوبة يتيهون. انتهت مادة الشريط الثاني، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بمدينة الخبر. هاتف رقم 895-4697. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.